حد يفهمني انتوا ليه لسه بتقلوا البتنجان؟ ليه لسه بتعملوا المسقعه بزيت كتير وتحرق الصدر، وكمان تضيعي فلوسك على الارض وتخلصي ازازه الزيت يا فوزيه؟ تعالى اقول لكم النهارده وهتندموا انكم ما جربتوش الطريقه دي من زمان. ازاي تعملي احلى مسقعه مشويه في الفرن من غير ولا نقطه زيت واحده. ايوه، ولا نقطه زيت واحده. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. خفيفه وطعمها لذيذ وجميله وتجنن، واحلى من اللحمه والفراخ. بروتين، حاجه كده طبيعيه 100% وصحيه لحبايبنا اللي عاملين دايت. يلا بينا نشوف الطريقه، بس قبل ما نبدا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في الاول حطي لايك يا فوزيه للفيديو علشان شكلي بقى وحش والله، الفيديوهات ما بقتش تجيب لايكات. يلا بينا بقى نجيب البطاطس بتاعتنا ونقشرها. انا استخدمت كل مكونات المسقعه البيتي اللي بنعملها الطبيعيه، بطاطس وبتنجان وفلفل وطماطم وتوم وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها في المسقعه العاديه. الاول هنقشر البطاطس وهنبدا ان احنا نقطعها مكعبات. انا ممكن اقطعها صوابع عادي وممكن مكعبات، يعني اعمليها على حسب ذوقك زي ما انت عاوزه. قطعي مكعبات تكون متوسطه الحجم، ما تكونش كبيره قوي فتفضل نيه وما تستويش، وما تكونش صغيره فتتهري قبل الخضار. قطعيها بالشكل ده كده، الكميه بقى اللي تناسبك. ونصيحه من اختك حوريه، كتري لان هتندمي لو ما كترتيش، هتخلص في دقايق. بعدين بقى هنقطع البتنجان بتاعي بتنجان رومي، ممكن تستخدمي بتنجان عروس على فكره، بس البتنجان الرومي بيكون ملحم كده وطعمه احلى. حاولي تكون مكعبات البتنجان اكبر من مكعبات البطاطس لان بياخد سوى اسرع، فما تتهريش معاكي. لما تستوي تكون كلها قطعه كده وواضحه وصريحه، ما تكونش عباره عن عجينه كده وملتوته في بعضها. انا استخدمت هنا حوالي كيلو من البطاطس وكيلو من البتنجان، لا مش كيلو بطاطس، كان حوالي كيلو الا ربع بطاطس وكيلو بتنجان. هنقطع كله بنفس الطريقه دي، وكتري للمره التانية بقولك كتري. جوزي اول ما عملت الطريقه دي بيقول لي يا قرده يا قرده، طعمها خفيفه وحلوه قوي، بجد طريقه هايله. خلاص بقى قطعنا كميه البتنجان كلها. هنقطع برضو الفلفل الرومي، والفلفل الرومي بيكون اكبر قطع، يعني بقطع القرن الواحد على 4 لانه يعني عايزاه يكون برضو شكله واضح وصريح كده وما يتهريش معايا في المسقعه. قطعت بقى شويه من الفلفل الرومي الحلوين وشويه بقى من الفلفل الحامي، وده طبعا اختياري، يعني لو مش حابه تضيفيه براحتك، لكن احنا بنحبها مشطشطه. بعدين بقى هجيب شوية من التوم، حوالي 7 8 فصوص كده، ممكن تقطعيهم يعني مهروسين، يعني لو عندك توم مهروس ممكن تستخدمي منه معلقة كده متوسطة. لو مش عندك استخدمي زي ما انا عاملة كده توم فريش وقطعيه شرايح او افرميه بالهراسة براحتك. خلي بالكم التوم هنا ولا بيحرق الصدر ولا بيتعب ولا بيتعب ولا اي حاجة، لانه ما شاء الله يعني احنا حاطينه ني، فبيستوي ني في ني كله، فما بيكونش مقلي ولا حاجة. خدت بقى الخضار بتاعي غسلته كمان غسله بعد التقطيع علشان اختكم موسوسه حبتين، وبعدين نزلت عليهم بقى بالثوم المفروم. واخر حاجه معايا وهي الطماطم. هنا بقى عندك اختيارات، تقدري تعملي دقه زي هريسه الشطه كده وتقلبي فيها البتنجان والخضار، وبعدين تحطي عليهم بقى حوالي شفشق كده من الخلاط طماطم معصوره. لكن انا بصراحه حسيت ان هي كده هتكون عامله زي الطبيخ، انا مش عاوزاها كده، عاوزاها متماسكه وشكلها حلو، يعني العين بتاكل قبل البق. فقطعت بقى الطماطم مكعبات كده، تكون مكعبات كبيره، وحاولي تجيبي طماطم مستويه، يعني ما تكونش طماطم جامده، تكون مستويه وحمرة كده وحلوه. هنحط بقى الطماطم كمان على الخضار بالشكل ده، وبكده خلاص خلصنا كل المكونات. تقدري تضيفي كوسه، تضيفي جزر، يعني الخضار اللي بتحبيه ضيفيه براحتك، لكن هي دي المسقعه على ابوها. حطيت عليهم بقى معلقه كبيره كده، مش معلقه واحده، حطيت معلقتين 3 من هريسه الشطه لان احنا بنحبها حراقه. لو مش عاوزه ما تضيفيش هريسه شطه، ضيفي شويه هريسه عاديه اللي هي البارده كنا عاملينها مع بعض اللي بالفلفل الاخضر. ضفت كمان شويه ملح وكمون، رشه صغيره من الفلفل الاسود، شويه طبعا من الكزبره وده اساسي، حبه بقى اكتر من البابريكا، يعني البابريكا اكتر حاجه في التوابل. وبس كده. قلبي بقى كل المكونات مع بعض واخلطيها كويس قوي وتاكدي ان هي كلها اتبلت، اوعي يكون جزء فيه ملح وتوابل وجزء لا. وانا علشان اتاكد مسكت بقى الطبق بتاعي دوت او البوله بتاعتي دي، وبدات ان انا اقلب الخضار كده بالطريقه اللي هتشوفوها دلوقتي. ايوه كده. مرمطت الدنيا حواليا بس اتاكدت ان هي اتقلبت وتمام وزي الفل.
يلا بينا بقى. عايزه اقول لكم بقى في اختيارين. لو عندك برطمان ازاز كبير وحابه تسوي فيه الخضار ده، هيكون صحي جدا جدا وحلو قوي. حطيهم في البرطمان الازاز واقفلي عليهم بفويل، اوعي تقفلي بالغطا لا قدر الله يفرقع. اقفلي عليهم بفويل ودخليهم الفرن، هتستوي معاكي وتبقى زي الزبده. ما عندكيش، استخدمي الاكياس الحراريه، اكياس الطعام اللي هي بتاعه الفراخ المشويه. حطي فيها البتنجان كده، اقسميه على مرحلتين وحطي على قد الحجم اللي انت عاملاه. انا الكميه بتاعتي تتعمل على كيسين. وتاكدي كده ان انت بتفرغي منه كل الهواء، ما تسيبيش فيه هواء تماما. تمام كده. وتكوني بقى مولعه الفرن والفرن بتاعك سخن وحامي. طيب لو مش عاوزه بقى احطه ولا في ازاز ولا في اكياس بلاستيك اللي هي الحراريه، اعمل ايه؟ حطي بقى في صينيه تكون غير قابله للزق، يعني ما بتلزقش، صينيه جرانيت حلوه كده، يعني تقيله، وحطي فيها المسقعه وغطيها بورقه زبده الاول وبعدين ورقه فويل. بس الاول شقشقيها كده بربع كوبايه ميه علشان ما تنشفش وتتحرق في الفرن وبس. ودخليها الفرن وسيبيها بقى على نار متوسطة على 160 كده. سيبيها بتقعد حوالي ساعة، بتطلع معاكي كهرمان، حاجة كده زبدة ما شاء الله. وكده هتكون اوفر بكتير، لان طبعا الاكياس دي برضو بفلوس. فيعني بدل ما ترمي الاكياس، لا خلاص حطيه في صينية. وانا الصراحة بعد كده اعملها بطريقة الصينية، قلت اسهل يعني، فاهمني؟ بدل ما مغرم نفسي اكياس، لا احطها في صينية كاملة وبعدين احط عليهم شقشاق مية كده ربع كوباية ولا حاجة، واغطيها بورق زبدة وفويل. وده كده بيكون شكلها عسول قوي بصراحة. يلا بينا بقى. هجيب الصينيه. بصوا الصينيه دي بتاعتي حبيبتي اللي هي النيو كلاين، انا لسه جايبه طقم صواني حلوه قوي. فلو هعملها في صينيه وادخلها الفرن من غير زيت، هدخلها في صينيه زي دي، لكن ما تحطهاش في صينيه الومنيوم وتقولي لزقت، لانها هتلزق اكيد. خرمي بقى الاكياس كده كام فتحه وبس كده، ولا هتغطيها ولا حاجه. انا دخلتها الفرن، شغلت على 160، شغلت الشوايه من فوق ومن تحت لحد ما خدت لون من فوق، طفيت وسبتها بقى تستوي مع نفسها. الريحه قلبت البيت كله يا جماعه. شاويين يعني كلمة شوي قليلة على الحلاوة وعلى الطعامة. أظن الشكل باين، يعني شكلها كده بيقول هي قد ايه جامدة وخطيرة. جميلة بجد. تقدري تعمليها كده وتحطيها في علبة في التلاجة وتستخدميها لو انتوا مش عندكم المسقعة دي وجبة أساسية زي حالاتنا. يعني احنا عندنا المسقعة دي كده في اليوم ده وجبة أساسية، جنبيها بقى شوية طحينة ولا حاجة وخلاص ومخلل. لكن انتي ممكن تستخدميها لو مش عندكم وجبة أساسية كمقبلات جنب الأكل. يعني مثلا تحطيها في علبة وتاخدي منها كده زي البتنجان المخلل وزي الحاجات الحرشة اللي بتبقى جنب الأكل. الصورة الأمامية أو الكاميرا الأمامية ظلمة لونها جدا. هسيب لكم مقطع متصور بالكاميرا الخلفية في آخر الفيديو بعد ما نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين الجمال والحلاوة؟ ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. بحبكم في الله. كانت معاكم حورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.